السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه رشيده ماين. بغيت نبارطاجي معكم هذا الكلاص اللي كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف بزاف. واخا يبان لكم التصوير شويه عيان، غير سمحوا لي. خديت ايطرو ديال الحليب يكون بارد مزيان مع جوج ديال الباكيات، ديال وحده ديال لاموس فاني والثانيه درتها كلاص فاني. هنايا خلطتهم وطربتهم مزيان مزيان. المكونات خاصهم يكونوا باردين. هنا من بعد ما طلعته واحد شويه، يعني طلع داك الكريم، ضفت جوج ساشي ديال حليب بودره اولا نيدو من وزن 50 غرام لواحد، يعني جوج. عاود طربت مزيان كيف ما كيبان لكم. انا راه شاده التليفون غير بيد وحده. ضفت 4 المعالق كبار ديال اللوز محمر او مطحون، وضفت نصف علبه ديال الحليب المركز المحلى، وواحد دانيت كراميل. صافي كنعاودو نطربو مزيان. من بعد خديت جوج بواطات كبار وخويت فيهم الخليط كيف ما كيبان لكم، وخبطته شويه مع سطح العمل باش يخرجوا دوك الفقاعات، ودخلته المجمد ليله كامله. هاد الطريقه راه زوينه واول مره نجربها وصدقات زوينه. الغد لي خرجت ديك البواطه، درت ليها الموس في الجوانب وقلبتها في الصحن ديال التقديم. والتزيين كيبقى على حسب كل واحد. انا درت هنا دانيت والشوكولا واوريو